أول ما تخشوا الجامع ده هتحسوا إن هو صديق لكل البشر، صديق للإنسان في المجمل بمختلف اتجاهاتهم ومذاهبهم وخلفياتهم. أول ما تخش المسجد هتحس بسلام رهيب، وهتحس إن أنت اتنقلت في بعد زماني ومكاني مختلف تماما عن المكان اللي احنا موجودين فيه، وده بيعكس العمق الجميل خطير قوي في الشخصية المصرية وفي الهوية المصرية بتاعتنا. من العناصر المهمة جدا في المساجد هي الإضاءة، مش بس في المساجد لأ، كمان ده كان عنصر أساسي جدا في العمارة المصرية القديمة. يعني هنلاقي إن هو كان بيلعب دور محوري جدا في المعابد المصرية القديمة، وبيمثل نوع من أنواع الاتحاد مع الكون، الاتحاد بين الإنسان وبين المبنى وبين الرسومات وبين كل حاجة وكل عناصر الكون مع بعض. فكان مهم جدا إن احنا نحدد زوايا الإضاءة، نشوف هنعمل فين فتحات، فين شبابيك، فين سبوتات، كأنك معلق سبوتات نور بالظبط عندك في الشقة. بعد الفيديو ده بنصح كل الناس اللي ما راحتش مسجد أحمد بن طولون إن هي لازم كده تشد الرحال وتعمل زيارة لهذا المسجد العظيم، لأنك ساعتها بس هتفهم إزاي الإضاءة ممكن تديك انطباع مختلف تماما، إزاي الإضاءة ممكن تحسسك إن أنت اتنقلت في مكان مختلف في بعد مختلف، إزاي كمان الإضاءة ممكن تنقلك وجدانيا في بعد مختلف تماما. دي حاجات يمكن لو ما روحتش مسجد أحمد بن طولون قبل كده مش هتعرف تفهم.